كيكه هشه وطريه وجميله وطعمها تحفه وما فيهاش ولا غلطه. هو دوت الحلم اللي بنحلم بيه كلنا. تعالوا نعملها مع بعض واقول لكم كل اسرار نجاحها وازاي ما تفشلش منكم. اول حاجه يا صباح او مساء الهنا والسعاده على كل حبايبي اللي بيتابعوني وكل حد يوصلوا الفيديو الجميل ده. تعالوا نجيب المكونات مع بعض ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هجيب بوله كبيره هحط فيها معلقتين نشا، وهنزل على طول بمجين من الدقيق. طبعا دقيق للاستخدامات المخبوزات او استخدامات الكيك هنعمله مع بعض. وهجيب معاهم كيس كيك شيف او 2 كيس بيكنج باودر وهركنهم دول على جنب. وهجيب بعد كده 4 بيضات وهبتدي ان انا سواء بالمضرب او في الخلاط ان انا اديهم ضربتين كده حلوين، عايزاهم يتضربوا لغايه ما يعلى القوام بتاعهم، وابتدي ان انا احط عليهم المكونات واحده واحده. اول حاجه هحط 1.5 كوباية سكر، وهبتدي ان انا اقلبها مع البيض واحده واحده هيدوبوا مع بعض. هنزل عليهم بعد كده بالكوبايه الزيت، طبعا 1.5 كوباية سكر وكوبايه الزيت والدقيق قبل كده، كل ده بمج واحد او بكوبايه واحده. هنزل بعد كده بسنه خل بسيطه، دي بتفتح معايا الكيك بتاعي برضو وبتدي علو للبيضه اللي عندي. طيب هبتدي بعد كده اقلب ده كله، وهنزل بعد كده بكوبايه لبن نفس المج طبعا زي ما قلنا. وهجيب بعد كده كل المكونات بتاعتي اللي كنت قلت لكم عليها، المكونات الجافه، هبتدي ان انا انخلها وانا بنزلها على الخليط بتاعي. وفي المرحله دي يا اما تكملي ضرب بالمضرب بتاعك او ممكن تستعيني بمعلقه خشب تقلبي بيها، عشان طبعا زي ما احنا عارفين الدقيق برضو بيتطاير، فممكن بالمعلقه الخشب او تكملي بالمضرب. الاتنين هيبقى الضرب بتاعهم سهل القوام هيتضرب على طول. وما تنسيش تنزلي كمان بكوبايه زبادي، هيدي طعم حلو قوي للكيكه بتاعتك وهيخليها طريه وغنيه جدا. هجيب قالب بقى فيه معلقه زبده ورشه دقيق، وانزل بعد كده عليه بالخليط بتاعي. ممكن انزل عليه بالخليط كامل وممكن اقسمه نصين زي ما انا عملت. النص التاني حطيت فيه 4 معالق كاكاو وقلبتهم كويس قوي. او لو عندك شوكولاته سايله ممكن ان انت برضو تدربيها مع الخليط بتاعك او نص الخليط بتاعك. وبعد كده بعد ما تضربيها كويس قوي بالمضرب او بالمعلقه الخشب، ابتدي ان انت انزلي بيها. وطبعا ليكي كامل الحريه تنزلي بيها بالطريقه اللي انت عايزاها. عايزه زي ما انا عملت كده تمام، عايزه ان انت تشكلي بيها طريقه احسن، طبعا كل واحد وذوقه. بعد كده هتدخليها على فرن درجه حراره 180، هتسيبيها ساعه الا ربع من غير ما تبصي عليها، يعني ما تفتحيش الفرن عشان ما تهبطش. وبعد كده هتبصي عليها تلاقيها ما شاء الله عليت تضاعف يعني الحجم بتاعها قوي وبقت نافشه وجميله. هتبتدي تسيبيها من ربع لنص ساعه تهدى شويه، وبعد كده اقلبيها على طبق التقديم. وابتدي ان انت قطعيها بطريقه حلوه جدا بقى. عايزين ان احنا نقطعها بس مش عايزينها ان هي تقطعيها وهي سخنه عشان ما تهبطش منك. استني ما تهدى شويه وبعدين ابتدي قطعيها. في كذا طريقه للتقطيع، الطريقه دي حلوه قوي ما بتهدرش معاكي وبتطلع الكيك شكله جميل. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وافادتكم، واتمنى اشوف تعليقاتكم الحلوه، وبالف هنا وشفا على قلوبكم. واشوفكم في فيديو تاني جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.